السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. واليوم كيما راكم تشوفوا رانا مولين للدار، توحشنا الدار هكذا، والحمد لله وصلنا بخير. وهنا في طريقنا دخلنا للسوبر مارشي ندو واش نحتاجو. هكذا راح نشارك معكم تحليه ومعقوده، يعني توحشنا الماكله تاع الدار. معقوده نديرها مع شوربه وشلاضه، راح نشارك فقط معكم المعقوده، يعني ما كلا ندير الشوربه وشلاضه وكامل تعرفوا ما شاء الله عليكم. وهذه المعقودة يعني ناجحة 100%، على هذيك بغيت نشاركها معكم. المهم هنا راح نخدم تحلية هايلة. هنا كما راكم تشوفوا عندي العجينة مورقة ولا بات فايتي، حطيتها في هذا بلا مدور وزدت عليها بابي دو كويسو كما راكم تشوفوا. ومن بعد يعني تحطوا لوبيا ولا عدس ولا حاجة اللي يعني ثقيلة باش تتفادى وما تنفخش العجينة تاع بات فايتي كطيب هكذا. ومن بعد هنا نحي هذا العدس اللي درت، هذه هي. ومن بعد رجع البلاط تاعي للكوشه تكمل طيب العجينه تاعي هكذا. بعد ما طابت هنايا نجيب كريم باتيسيا وراني درتها معكم شحال خضره، يعني سهله هذه هي وناجحه وتجي بزاف بنينه. نديرو هكا طبقه اولى هكذا، ومن بعد ان شاء الله راح نجيب كونفيتور تاع الفراز. انا اللي خدمته في الدار، يعني مخدوم في الدار. درت يعني 500 غرام في كاسرونه تاع فراز، وزدت لهم مغرفه كبيره تاع زبده وثلاث مغارف كبار تاع سكر ومغرفه كبيره تاع فاني. وشنو يا ربي زدت وعصره قارص هكذا باش يبقى محافظ على اللون تاعو. وقليته مليح حتى ذبل كيما راكم تشوفوها هواك، وحطيته كطبقه ثانيه. سمحوا لي برك راني عيانه ميته، واش نقول لكم الطريق هذيك تشوكينا شويه منها. كل ما تمشي يعني 30 كيلو ولا 40 كيلو كاين حادث، ربي يستر. المهم نولوا للتحليه تاعنا. هنا كما راكم تشوفوا طيبت العجينه المورقه يعني، ومن بعد طيبتها مليح، لازم تحمروها مليح. ومن بعد كسرتها هكذا كما راكم تشوفوا، درتها على وجه هذاك الفخاز اللي حطيت. ومن بعد راني نزيد طبقه واحده اخرى تاع كريم باتيسير هكذا، نخدموها مليح. ونزيدو طبقه اخرى فوق هذيك الطبقه تاع كريم باتيسير تاع الفخاز ونطلوها. ومن بعد نزيدو بات فايتي واحده اخرى هكذا، نخدموها مليح. ونزيدو بات فايتي كيف كيف نكسروها. لازم تطيبوها تحمروها هكذا مليح باش يجي الجو تاعها يعني يتقرمش وتجي بنينه. انا هنا درت 3 طوابق، يعني كريم باتيسير ومن بعد كونفيتور بات فايتي، وهي رايحه 3 طوابق. وفي الاخير شديت بات فايتي، يعني طيبتها ما كسرتهاش، طيبتها ديراكتومون وحطيتها من الفوق. ومن بعد سوبودغيتها بشويه تاع السكر غلاس ودخلتها للثلاجه، يعني دخلتها تبرد واحد الساعه ولا نص ساعه. ومن بعد ان شاء الله نشوفوها في اخر الفيديو، باسكو دوك راح ندير ان شاء الله المعقوده معكم. هذه هي نضغطوا مليح هكذا باش تحكم روحها. واش نقول لكم، هذه التحليه تجي بزاف هايله، تجي كشغل راكي تاكلي في الميلفاي ولا. المهم فيها بزاف اذواق مختلفه. هنا كما راكم تشوفوا هنا غليت كيلو تاع بطاطا، وكما راكم تشوفوا هرستو مليح هكذا. درتو في يعني كامل تعرفوا تغلوا البطاطا، الملح وبطاطا تكشروها وديروها طيب. هذه هي. وست حبه تاع بيض هكذا. ومن بعد نزيدو التوابل. هذه المعقوده تجيكم روعه روعه، ما تلصق، ما تنحلكم في المقله، وتجي الجود تاعها روعه. راح نحشوها بالموتزاريلا، واللي بغات تحشيها بكوريا تاع فيونداشي ولا دجاج ولا كيما حبيتي نتيا، ولا تخليهم هكذاك. هنا كيما راكم تشوفون متنوع الهريسه، لازم ندير الهريسه نبغي يعني حاجه كتجي شويه حاره. المهم وهنا 4 مغارف كبار تاع لا شابلور الخبز المرحي هكذا. ودرت التوابل، يعني التوابل ديروا على حسب الذوق تاعكم. انا درت فلفل احمر، درت كمون، فلفل كحل، واش درت يا ربي، معدنوس، درت الملح. وهنا زدت 2 مغارف كبار تاع الفرينه هكذا. ومن بعد نخلطوا العجينه تاعنا تاع البطاطا هذه، نخلطوها مليح حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه هكذا.
شوفوا يعني كي تلموها في يدكم دهنوا يديكم شويه بالزيت هكذا باش ما تلصقلكمش في اليد. وهنا شوفوا كي يعني تكوروها وتفتحوها شاده روحها. هنا نروحوا نكوروا البطاطا تاعنا ان شاء الله نخدموها. كيما شفتوا عندنا زيت خطره نمسحوا يدينا بالزيت هكذا باش تعاوننا. وعندي موتزاريلا هكذا، ونبداو نشكلوا المعقوده تاعنا. نشدوا شويه تاع عجينه تاع بطاطا كيما راكم تشوفوا، نفتحوها ونديروا لها موتزاريلا في الوسط. كيما قلت لكم تقدروا تحشوا باي حاجه عندكم ولا تخلوها هكذا صقموها مليح، ندوروها مليح ونحطوها. انا نكمل كامل الكميه تاعي ان شاء الله ونولو. وهنا نجيب مقله وندير فيها الزيت كيما راكم تشوفوا. نخلي ديك الزيت يعني تغلى مليح مليح، ونبدا نحط الحبيبات تاع المعقوده لداخلها ونقص يعني للنار ونخليهم يطيبوا هكذا. واش نقول لكم، هذه المعقوده ناجحه 100%. يعني انا هذه المعتمده عندي، خطرات نحشيها بفيونداشي، خطرات باللحم، خطرات نديرها هكذا، خطرات بالفرماج، خطرات موتزاريلا. يعني واش عندكم شوفوا ما شاء الله، يعني ما تلصقش وما تنحلكمش في المقله. كاين بزاف اللي ما ينجحوش فيها المعقوده تنحللهم، هذه ما تنحلش كامل هكذا. كما قلت لكم راح ندير معها شربه وشلاضه وتكون كوجبه عشاء ولا غداء. شوفوا ما شاء الله الحبه يعني هكذا. نكمل نطيب كامل المعقوده تاعي ومن بعد نوري لكم التحليه والمعقوده في نفس الوقت. واش نقول لكم، ان شاء الله يا ربي يعجبوكم هذو الوصفتين اللي درت اليوم ان شاء الله. وما تنسونيش باللايك كما نقول لكم دائما، يعني اللايك ما كاش كامل الا ما شجعتونيش باللايك، يعني القناه تاعي راح تموت. وانا صدقوني هذه القناه يعني راني دايرتها برك نبارطاجي معكم الوصفات ونحي بها يعني ضيقه الخاطر. يعني الواحد في الغربه يخيق بعيد على بلاد ولا يعني المهم اللي راهم في الغربه على بالهم. على هذيك حليت هذه القناه نشارككم وصفاتي ونحي معكم ضيقه الخاطر. ان شاء الله يا ربي يعجبوكم الوصفات هذو اللي راني نديرهم. وهنا نولوا الوصفتين تاعنا. شوفوا ما شاء الله هذيك المعقوده يعني كما قلت لكم ما تلصق ما تنحل لكم. شوفوا هذيك الموتزاريلا على الداخل ترافقوها بشلاضه ولا بشوربه بمن حبيتوا. وهنا شوفوا التحليات تاعنا راني نقطع فيها بعد ما خليتها ساعه في الثلاجه. نقطع فيها واش نقول لكم الذوق تاعها يجي روعه يعني مخلط بين ملفاي. واش نقول لكم تجي روعه هذه التحليه وسهله كما شفتوها، يعني في وقفه ديريها تكون عندك بات فايتي وانتي درتيها. وهنا خاوتي خواتاتي وصلنا الى نهايه الفيديو، نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.